السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتحدث وإياكم في عجل حول موضوع حساس وكبير جدا، وما كنت حقيقة أود الحديث عنه لولا وقوفي في الصباح وأنا أتابع بعض القنوات على اليوتيوب، وقوفي على مشهدين صراحة أثر فيه بشكل كبير وحرك في كياني بادرة الحديث عن هذا الموضوع ومقاربته ولو باختصار. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إذا تابعوا معي هذين المقطعين، وبعدها سوف نعلق عليهما وندخل في صلب الموضوع. هذا الأول: هذا الأول. نمشيو للمشهد الثاني باختصار. هاد الناس هادو جوج ديال الناس. الأول مغربي محمد بن قنطار، وهو مؤذن كبير في السن، منحه جلالة الملك محمد السادس جائزة أحسن مؤذن بالمغرب. والرجل الثاني رجل من أهل الجزائر، رجل كبير في السن ومؤذن. هاد الناس هادو ما الذي جمعهم؟ جمعهما شيء واحد، وهو إعلاء كلمة الله. أخوان مسلمان متجاوران يرفعان كلمة لا إله إلا الله. في نظرك هاد الشخصين الكريمين الجليلين، هل تظن أن قلبهما عامر بالحقد وبالكراهية وبالحسد وبالفرقة والعصبية والجهل؟ لا والله أبدا. هذه النماذج هي النماذج المغاربية الحقيقية التي تربت على الفطرة السليمة والأنيقة، والتي قاومت الاستعمار الغاشم وقاومت المستعمر الذي حصد الأخضر واليابس. هؤلاء هم المغاربة الحقيقيين، هؤلاء هم رموز الوحدة الوطنية. مع الأسف احنا دابا كندخلوا القنوات ديال اليوتيوب، ماذا نشاهد؟ لا نشاهد المغاربة والجزائريين، لا، نشاهد أجانب وعرب يتكلمون عنا وعنكم، ويبينون وينتظرون متى تقوم الحرب. تجد قنواتهم وفضائياتهم تتحدث عن عمليات التسلح عام بعد عام، تجيش بغرض ماذا؟ بغرض الوصول إلى تناطحات ومعارك لا قدر الله. هذا هو ديدنهم. يريدون إشعال الفتنة بين شعبين مسلمين أساسهما توحيد الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بدأوا ينزلون إلى قاعدة الشعوب، يعملون على تجييشها وتهييجها داخليا وخارجيا. فصارت الشعوب تسب بعضها بعضا بعد أن كانت موحدة، لا علاقة لها بالسياسة والأنظمة، كانت موحدة على الخير والبركة والتيسير. عجيب والله. هؤلاء يسبون هؤلاء بالكراغلة وأبناء الأتراك وكذا وكذا، ولا يملكون لا بطاطا ولا زيت ولا كذا وطوابير وهذه الأشياء، والآخرون يسبونهم بالفساد والبغي والرشوة، ويسبونهم بأنهم قردة ويحتاجون إلى الموز. أمور يعني سبحان الله العظيم ليست من أخلاق الإسلام في شيء. من أنتم ومن نحن؟
ما الذي أعطاكم الهيبة وأعطاكم النخوة وأعطاكم سوى رب العالمين من خلال إيمانكم وتوحيدكم بالله تعالى؟ هذه هي المغاربة، هؤلاء هم المغاربة، مغاربة الأرض والتراب والوطن والدين. انظروا إلى أسلافكم السابقين كيف كانوا. هؤلاء هم الأسلاف الحقيقيون، هؤلاء هم الجزائريون المغاربة الذين يحبون الله ورسوله. أنا أتساءل لماذا علماء المغرب وعلماء الجزائر، الناس الأشراف الأخيار، لماذا لا يسبون بعضهم بعضا؟ أنا أتساءل هذا السؤال. هل رأيتم عالما من علماء الأكابر علماء الجزائر أو من علماء المغرب الكبار الأتقياء الأنقياء هل يتهمون الوطن الآخر أو يسبونه أو يقذفونه أو يستصغرونه أو يتنقصون من مقدراته؟ لا والله أبدا، إنما هم الرعاع العوام والأجلاف الذين باعوا دينهم ووطنهم بدريهمات، يسبون مسؤوليهم ويسبون أوطانهم ويسبون أشقائهم وجيرانهم. والله هذا ليس منهج الإسلام. هل هكذا كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين والمتنازعين؟ لا بتاتا. المغرب والجزائر، الأوس والخزرج، الأوس والخزرج قبيلتين عظيمتين 300 سنة وهم يتناطحون ويتقاتلون ويتصارعون، ليس بينهم لا زواج ولا أصهار، لا نسب ولا تجارة ولا بيع ولا شراء، الحروب والقتال وقطع الطرق 300 عام، 3 قرون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. انظر، الرسول جاء وألف بين قلوبهم، جعلهم إخوان متحابين، ونزع تلك العرقيات وذلك الحقد وتلك الكراهية وتلك النعرات وذلك التبخيس، أزاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. بماذا أزاله؟ بخلق المحبة، بالإيثار، بالصدق، بالوفاء، بالقرآن الكريم، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت يعني مكون المدينة المنورة. هذاك الإسلام اللي كاين في الجزائر وفي المغرب منين جاء؟ راه من هذا، من الأوس والخزرج. هاد الناس كانوا كيتقاتلوا، صار مكون حقيقي للدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. فخرج ذلك الشعاع إلى العالم الإسلامي ووصل إلى أرضكم وأرضنا عن طريق الفتوحات الإسلامية. ونحن المغاربة والجزائريين الذين استقبلنا الفتوحات. كل ما كانتش المغرب والجزائر لن نتحدث عن أندلس إطلاقا، ما عمر ما كان شي تاريخ ديال الأندلس لو لم تكن الجزائر والمغرب. المغاربة والجزائريين هم الذين استقبلوا الفاتحين وكانوا لهم سندا وعونا وفتحوا معهم وقاتلوا حق القتال. طارق بن زياد ليس ببعيد عن ذلك. فصار المغاربة والجزائريون يتنازعون عن أي شيء. هذه ملعقة، لا ملعقة جزائرية، لا ملعقة مغربية. هذا الطربوش جزائري، لا هذا مغربي. يا أخي الكريم، هذه الأمور هي نعرات جاهلية لن تنفعك لا في دنياك ولا في قبرك، لن تنفعك لا في دنياك ولا في قبرك. هذه الأمور وهذه المقدرات المفروض أن تتحد الأوطان عليها. يا أخي الكريم، 80 مليون مواطن مغاربي، المغرب والجزائر 80 مليون، قوة إسلامية هائلة، طاقة، غاز، بترول، فوسفات، هيدروجين، طاقة ريحية، طاقة كهربائية، طاقة مائية، أنواع من الطاقات والخيرات والبركات تذهب يعني هكذا سدى، لا يستفيد منها هؤلاء الشعوب. طاقات وإمكانات، أرض خصبة. بل لو اتحد هذين الشعبين وهاتين الدولتين لكانت ثامن أكبر دولة في العالم، ثامن أكبر دولة في العالم. كم من السنوات تضيع، وكم من الفرص تضيع، وكم من الشعوب ماتوا وانقرضوا وما زال الصراع قائما. حدود وهمية، حدود وهمية أخي الكريم أيها الجزائري أيها المغربي، حدود وهمية زرعها بيننا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله. ولماذا لم يزرعوهم في أوطانهم؟ والله العظيم لا عيب، عيب. شوف الاتحاد الأوروبي 27 دولة يلفون على البلدان كلها بالبطاقة الوطنية، لا حاجة لهم بتأشيرة ولا شيء. هم يلفون ويدورون، بينهم قطارات تاكسيات، كأنه ذهب فقط إلى الحي الآخر. ليس بينهم حدود، ليس بينهم حدود بتاتا. ونحن الذين يوحدون الإسلام والسنة واللغة وأمور كثيرة توحدنا، لكن لسنا موحدين في الحقيقة.
يجمعنا دين واحد، قرآن والسنة، فهم واحد للقرآن والسنة، المذهب المالكي مالك بن أنس رحمه الله، لكم مالك ونحن كذلك، فلماذا الفرقة؟ لسان واحد. يا أخي سحنتنا تشبه سحنتكم، إذا رأيت الجزائر اعتقدته مغربي، وإذا رأيت المغرب اعتقدته جزائري، نفس اللغة، نفس اللهجات، تقارب في الأكل والشرب، في العقلية، في الطباع، في النفسية، في الشخصية، في العصبية، نفس. فلماذا هذا التباعد والتهاجر؟ حتى يعني ضرب بين البلدين بصور العار، صور من العار غير موجود أصلا. يعني أتأسف لما أرى هذه الفيديوهات التي نراها، تجد المغاربة هنا بيننا واد، حتى ذلك الواد ليس فيه ماء، واد بيننا واد، الجزائريين هنا والمغاربة هنا، ويعني يتبادلون التصافح والتعانق عن بعد كأننا مرضى بكورونا. ما هذا؟ ماذا ستقول لربك في قبرك وأنت المسؤول عن ذلك، وأنت الذي فعلت ذلك؟ ماذا تقول عن رب العالمين؟ يا أخي لماذا لا نقبل فيما بين دعوات الصلح وأطراف تدعو إلى الصلح، وتقول بملء فمها بأنه صراحة يحز في النفس ما يحصل بين الإخوان المغاربة والجزائريين، وأن هذه النعرات التي تقذف هي في الأصل ليست من أبناء هذا الوطن، وإنما من خارجيين، من أناس يريدون السوء لهذا الوطن. والله يحز في النفس صراحة. تخيل هذه المنطقة تسمى زوج بغال، سموها زوج بغال، وأرادوا أن يجعلون نحن بين هذا زوج بغال أن يجعلون بغال، نفكر بتفكير البغال، عقول البغال، عقول التفرقة. أتعلم أخي المسلم، أختي المسلمة، أيها المغربي والجزائري، أن هذا الخط الحدودي فيه 15,000 أسرة مشتتة ومفرقة هنا وهنا، أمها هنا وبنتها هنا متزوجة بأولادها، ولا يلتقون ولا يتقاربون، يتكلمون فقط في الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو يأتون هناك ما بين الحائط والحائط يتباكون فيما بينهم. صرنا مثل أصحاب حائط المبكى، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أراد المغربي أن يذهب إلى خالتي أو عمتي في الجزائر، ينبغي أن يذهب إلى دولة غير المسلمين، هناك يقطع البحار في طائرة، ثم يأخذ طائرة أخرى إلى الجزائر، ثم يعود، وهكذا. وكذلك بالمثال بالنسبة لأهل الجزائر. أي دين هذا؟ وأي خلق؟ أي قرآن تقرأ أنت؟ وأي قرآن يقرأ هذا الذي أمر بالتواصي والترابط والتآزر؟ أي سنة تدرس أخي الكريم؟ وأي سنة تعلم لأبنائك في وطنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، نحن نشتت بعضنا البعض. أي رمضان سنستقبل؟ أنا أتحدث عن رمضان، نحن في أواخر شعبان، أي رمضان هذا؟ حتى دخلت السياسة في رمضان. تخيل مدينة وجدة هنا وبجوارها مغنية، هذا صائمين وهؤلاء مفطرين، كأن هناك هلالان في السماء، هلال لأهل الجزائر وهلال لأهل المغرب، ونحن ليس بيننا إلا كيلومتر أو نصف كيلومتر، هذا صائمين وهؤلاء مفطرين. العلماء قديما لما تكلموا عن اختلاف المطالع بالنسبة لأهل المغرب وأهل الجزيرة العربية، هناك اختلاف المطالع ممكن، نعم، لكن لما تكون مدينتين متلاصقتين، بل حيين متلاصقين، هذا يصوم، هذه كلها أيها الأحبة الكرام، إنما لو عمقنا النظر فيها تجدها أنها روافد أجنبية، يعني تبت سمومها. انظر إلى قنواتهم الغربية، قنواتهم الإعلامية، قنواتهم السياسية، كيف أنها تترك مشاكلها وتأتي إلى المغرب والجزائر، وتأتي بأغيلمة يحبون الدريهمات، يأتون بإعلام يقال له مغربي، ويأتي بآخر يقال له جزائري بين قوسين، ويبدأون يتناطحون ويتناقشون وكذا، ويسب هذا ويسب هذا، والآخر بينهم يعني هو يضحك من داخله، لأنه كلما اشتد الصراع والنزاع والسب والقذف وشتم الحاكم والمحكوم، كلما كانت أسرته أكثر يعني غلظة وسمنة، نسأل الله السلامة والعافية. ألا ينتبهون هؤلاء؟ ألا يفكرون؟ ألا يتحركوا في نفوسهم يعني شيء تجاه وطنهم ودينهم؟ أنا والله شخصيا أبغض هذه القنوات التي تدعو إلى الفرقة والنعارات والنزاع. لي أصدقاء جزائريين من أطيب خلق الله، جمعتنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحصيل العلم الشرعي سنوات، هذه ما زال التواصل معهم إلى الآن.
لا يهمنا ولا يهمهم لا سياسة ولا شيء، نحن في وطننا وهم في وطنهم. من سيخرجك من وطنك؟ ومن سيدفعك عن بلدتك؟ لا أحد. إنما هي إنما هي دوائر الغرض منها إضعاف وحدة المسلمين، إفشال وحدة المسلمين. والله العظيم يعني أنا لا أفهم كيف أن هؤلاء الناس جمعهم تاريخ واحد، تجمعون وحدة المصير، أرض واحدة، خضنا حربا واحدة في الاستعمار، لا يمكن أن ينكر أحد ذلك. المغاربة قاوموا مع إخوانهم الجزائريين قرن و30 سنة من الاستعمار. المغاربة قاوموا ليس بالمال فقط، بل بالأرض والمال والأبناء والولد، وسفكت دماء واحدة اختلطت، دماء الجزائر والمغرب دماء واحدة اختلطت في أرض واحدة. ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي هؤلاء ويستنجدون بالغربيين، وهؤلاء يستنجدون بالغربيين، وبيننا وبينهم يعني مفاوز. والله ينبغي أن نعود. كما قال السلف الصالح: لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. لما تقرأش التاريخ سوف نبقى ندور، ويسب بعضنا البعض، ويتهم بعضنا البعض، ويحفر بعضنا البعض، ويتركون شعوبهم وأممهم يعني تتهاوى وتتهالك وتضعف وتفقر وتصير تحت عتبة الفقر. لن يصلح هذه الأمة ما نعيشه الآن من تقاتل وتطاحن وتدابر وتلاسن وكذا، لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. انظروا إلى الأمم التي كانت متناحرة قديما كيف تم علاجها. وأعطيتكم درسا حول الأوس والخزرج. الشعوب تحتاج أمور بسيطة لتتحد. شوف كرة القدم كرة رياضة، مجرد رياضة، لا تسمن ولا تغني من جوع، توحد شعوب. لما يربح الجزائر المغرب كلها تنقلب فرحا وسرورا كأنه فريق مغربي الذي فاز، وهذه يعني بشهادة رؤسائها. والعكس كذلك ومثال، لما ينتصر المغرب الجزائريين رغم المقاطعة ورغم كذا ورغم كذا، تجد الجزائريين يعني في مناطقهم وقراهم ومداشرهم وبلدانهم كلهم يعني يفرحون لإخوانهم المغاربة، حتى وإن كانت الفرحة يعني مخبأة لظروف أمنية سياسية. لكن سبحان الله يعني لا تنسى أخي الكريم وأختي الكريمة أننا نشترك في أمور عظمى كبرى وصغرى، نشترك في الدين، نشترك في الأرض، ونشترك في اللغة، ونشترك في السحنة، ونشترك في الفكر والعقلية، نشترك في التاريخ، ونشترك في المصير، ونشترك في التضحيات القديمة والتضحيات لربما المستقبلية التي ستأتي. أنتم تحتاجوننا ونحن نحتاجكم، أنتم تحتاجوننا ونحن نحتاجكم، لأننا الحمد لله أبناء وطن واحد. الآن أنا أتكلم معك، لو نزعت هذا الجلباب المغربي لقلت هذا الذي يتكلم جزائري. أنا لما كنت أدرس في المدينة المنورة كم من شخص كان يظن أنني جزائري، فقلت له نعم أنا جزائري ومغربي، لا إشكال. ولذلك أيها الأحبة، إذا كان هناك نزاع بين الأنظمة فنحن الشعوب المؤمنة يبقى بيننا الود والمحبة والأخوة، ولا يسب بعضنا بعضا، ولا يشتم بعضنا بعضا، ولا يكره بعضنا بعضا، لأن المؤمن لا يكره أخاه المؤمن. المؤمن لا يكره أخاه المؤمن. الكثير ما يقال في هذا المجلس وفي هذا اللقاء، لأنني أرى أن هناك العديد ممن يركب موجة السخرية والاستهزاء بهذين الشعبين العظيمين الجليلين، فهذا يتهم بالقردة وأعطوهم البنان، ويسبهم أبناء بوسبير، والسب والشتم والقذف والإهانة، نسأل الله السلام والعافية. والمغرب مليء بالحرائر المؤمنات الصالحات الحافظات لكتاب الله. وارجع إلى القنوات وشوف أين حفظ القرآن الكريم، حتى أن العلماء يقولون منذ القديم بأن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر وحفظ في المغرب، وأنت تأتي وتسب أهل هذا البلد بالفساد وبالفسق وبكذا وبكذا. ويأتي الآخر ويسب أهل الجزائر بالجوع والعطش، وبأنهم محتاجون إلى أبسط الأمور من بطاطا وزيت وكذا 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 وطوابير لا بداية لها ولا نهاية. يا أخي الكريم، الفقر موجود هنا وهناك، والغنى موجود هنا وهناك، والغني هو الله رب العالمين. لا تسب فلان ولا يسبك فلان، كلنا في قاطرة واحدة. عندنا مقدرات لكن لا توظف بشكل مشترك.
حتى تعطي أكلها كما أراد الله تعالى. لهم خيراتهم ولنا خيراتنا، عندهم طاقة، عندهم غاز، عندهم بترول، عندهم أمور عظيمة جدا، عندهم حديد، عندهم معادن، عندهم عقليات، عندهم عقول، عندهم أفكار، وقبل ذلك عندهم إيمان. نأتي إلى المغاربة، عندهم كذلك معادن وطاقات، طاقات المستقبل، الطاقات الريحية، الطاقات الكهربائية، الطاقة المائية، طاقة الهيدروجين، عندهم فوسفات، الحمد لله بشائر الفلاحة ولله الحمد. هذا دون أن نتحدث عن الصناعات الحديثة من طائرات وسيارات. هو تكامل، والله العظيم تكامل. لو اشترك وتشارك وتضامن المغاربة والجزائريون معا يدا في يد لما احتجنا للغربي ولا الأجنبي بأي حال من الأحوال. ولكن مع الأسف لما نبتعد عن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نبتعد عن الدين الإسلامي تتوسع الهوى، فيستنجد هذا المسلم بغير المسلم، ويستنجد هذا المسلم بغير المسلم، فيتقوى على أخيه المسلم بغير المسلم. وهذا والله من المنكر العظيم. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد بين النفوس المؤمنة حتى تعود إلى صفائها القديم، صفاء الطهر، صفاء البراءة، صفاء الخير، صفاء النقاء، ذلك الزمن الجميل الذي كانت فيه النفوس متلائمة متراحمة، يعيد أحدهما على الآخر ويبارك أحدهما للآخر، يفرح بفرحه ويحزن لحزنه. هذا الذي نرجو. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والسلام عليكم.